نتحداكم تجربوا الوصفة هذه تاع الدزيريات وما تنجح لكمش. اليوم ماشي حنشكر، نخلي الصورة تعبر. بسم الله. العجينة نسحقو 250 غرام فرينة، قرصة ملح، 2 مغارف صغار فانيليا، صفار بيضة، 62 غرام زبدة أو مارغرين، ونجمعوها بمزهر ونخلوها ترتاح 15 دقيقة. من الحشو عندنا 500 غرام لوز بيض، رشة ملح، 2 مغارف صغار فانيليا اختياري، 230 غرام سكر ناعم، وطبعا القارص اللي ولا بد يكون حاضر وبقوة، ونجمعوها بزوج حبات بيض كاملين. والسر باش تجينا مهوية هو أنه نخبشوها بهذه الطريقة باش ندخلوا لها الهواء. نوزنوها من 35 ل 40 غرام. نحلوا العجينة في آلة التوريق في الرقم 2 4 6 ونطبعوها ونحطوها في ليمول. نحيو الزائد من العجينة وبالبوشون نعطوها شكل الوردة ونرشقوها بحبة لوز. نطيبوها على 160 درجة مئوية حوالي 30 دقيقة ونعسلوها وهي سخونة. قد ما نقول في حق هاد الزيريات قليل. شوفوها شحال شابة. ما تنسونيش بدعوة خير فقط.